انت عارف ان انت مجرد فريسه؟ ايوه، وفريسه سهله كمان. لا، والكل كمان عمال يصطادك وانت قاعد فرحان. طول ما انت قاعد عمال تسكرول، انت بتضيع عمرك وبتحط فلوس في جيب ناس تانية. شركات السوشيال ميديا وصناع المحتوى هم اللي بيصطادوك، وانت اللي بتقع في الشبكه دي كل يوم. الحل اللي انت لازم تبدا، واللي تبدا من دلوقتي عشان تخرج من المصيده ديت. ولازم ان انت كمان تصنع محتوى. شوف اي مشكله كانت عندك وانت عرفت تحلها بطريقتك، احكي للناس عملتها ازاي. يعني مثلا كنت تخين وخسيت، كنت رفيع وتخين. وانت كمان لو بتعملي اكل حلو وريهم القيمه اللي بتقدميها. السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي بتجيب فلوس. خلي بالك عشان الخطه دي لازم نفس طويل. استمر على الاقل سنه وشوف ازاي هتتحول من فريسه لصياد، وهتلاقي نفسك بقيت صياد شاطر. تليفون ومصدر اضاءه واحد واي لمبه في الخلفيه، وتبني اسم يحترمك الصغير قبل الكبير. بس الفكره محتاجه راجل يبطل تضييع وقت. لو فعلا محتاج تبدا صح، ابعت لي في الكومنتات كلمه صياد وهبعت لك رساله فيها كل الخلاصه.